السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابا الحاج، يا مرحبا يا ابا الحاج. ازيك يا فتحي؟ ان شاء الله تسلم. اتاري المحل منور. تعيش. ايه جبت العربيه يا ولا؟ اهي جايه ورايا، بس يعني ايه ما تنطق يا ولا؟ اللي اسمه برهان غباشي ده منزل اسعار الموالح بتاعته الارض وضارب بيها اسعار الجناين كلتها. أنا ماشي. السلام عليكم. الله في ايه يابا؟ هو حصل ايه بس؟ اهلا يا زكريا، اتفضل. عايزك في كلمتين يا رشوان. طب اتفضل، هنتكلم كده على الباب. مش عايز اتكلم من 4 حيطان، حصلني على الغيط. طب دقيقه واحده ادي خبر للولاد واجي وراك. اوام. انت هتفضل مدوخني وراك كده يا راجل انت؟ اقعد. ايه في ايه؟ مالك يا اخوي؟ مين مزعلك؟ أنا خلاص اعصابي اتدمرت يا رشوان. ليه بس؟ اعوذ بالله. كل ما التفت في حته الاقي اللي اسمه برهان غباشي ده ورايا، مش سايبني في حالي، حاسس ان انا عايز اقتله عشان استريح منه. طب اهدى كده بس وصلي على النبي. فيه ايه حصل تاني؟ مش سايبني في حالي يا رشوان، حاططني في دماغه، بيحاربني في كل حاجه، مش ناقص غير كمان يحاربني في النفس اللي بتنفسه. انت بس اللي حاطط اللي فات في دماغك، عشان كده بيتهيألك ان اي حاجه يعملها بتبقى ضده. لا مش بيتهيألي يا رشوان، اللي بيحصل دلوقتي امتداد للي حصل زمان، واللي مش ممكن انساه ابدا. ليه كده يا عمر؟ هو افترى يعني ولا افترى؟ لا مش افتري، وانت عارف كويس قوي انه مش افتري، وعارف افعالك اللي خلتني اجيبك هنا واوجه لك الامر ده. ده امر بالاعدام يا عمدة. ازاي يعني اسيب اهلي وناسي وارحل في ليله واحده؟ عملت ايه ده كله؟ ايه يعني ما انتش عارف عملت ايه يا علي؟ عرفني. ايه اكفى كده نايمين على ودنا وما نعرفش الكلام السافل اللي انت قلته على الست ام عارف. انا ما قلتش حاجه. ليه ما قلتش انها على علاقه بيك يا واطي؟ ما قلتش انها كنت هتتجوزك لولا اني شغلت لها بفلوس؟ هي ما وقفتش في وسط الناس وقلت انك هتخليني على الحديده. بس خلاص يا زكريا، هو احنا جايبينه نساله؟ لسه هنساله؟ ما هي الحكايه معروفه. حكايه اللي معروف، انتوا عملتوها حكايه ومعروفه كمان. اسمع، ان كنت فاكر اننا ما عرفناش نثبت عليك المصايب اللي انت عاملها، لا احنا عارفينها وعارفين انك انت اللي عاملها. نصايب اهدي يا خلي ياهو. سم المواشي بتاعتي وحرق المحصول الموسم اللي فات، وكمان تتجرأ وتروح تطلب ايد بنت سيادك عشان تتجوزها. داني مش بس تطردك من البلد، داني يخنقك بايديا دول. بس يا زكريا زي ما قلت لك يالا، ما تباتش في البلد، غور في 60 داهيه. واروح فين بس يعني؟ تروح مطرح ما تروح في داهيه، وقبل ما تمشي اوعى تفتح بقك باي كلمه لاي مخلوق في البلد، وقبل المغرب تكون رحت في 60 داهيه. على كل حال ربنا موجود، واذا كنتم يعني متعنطزين بسطوتكم قادر كريم يوريني فيكم يوم يا ولاد ابو زيد. بره يا كلب، بره يا كلب، اطلع بره يا كلب. الله يرحمك يا طاهر. اهدى يا زكريا، اهدى يا اخوي، دي حكايه عدت عليها سنين كأنها كانت امبارح. عمري ما هنسى قد ايه انا ظلمتها وعذبتها، كل ده عشان كلام كذب وافتراء لحيوان حقير زيه. اكيد الحسره اللي ملت قلبها هي اللي عجلت بموتها. جرأها يا زكريا، ده انت راجل مؤمن وعارف ان لكل اجل كتاب، يعني مفيش حاجه لا بتعجل بالموت ولا بتأخر. وبعدين دي حاجات فات عليها عمر تاني، انا مش عارف انت عامل في روحك كده ليه بس. فضل يأذي فيا ويحاربني في مالي، كان فاكر ان عفاف اتجوزتني عشان فلوسي. قلت ده حقد، لكن اللي ما قدرتش استحمله الكلام المنحط اللي طلعوا عليها، كونه يقول انها على علاقه بيه. السافل الجبان. وبعدها لك يا زكريا، انسى يا اخوي، انسى عشان تقدر تعيش. ده البني ادم اتسمى انسان من النسيان، وانت الحكايه مشعلله معاك قوي ومش راضي تنساها خالص. من ساعه ما رجع البلد واني القديم كله حاضر في دماغي. عارف ايه اللي هيشيل الموضوع ده من دماغك دلوقتي؟ ايه؟ ان احنا نبعت دلوقتي نجيب شويه مش ونخرط عليهم طماطم وخيار وفلفل حامي وندبها غدوه هنا زي زمان. هو احنا بقى فينا نفس للكلام ده؟ ايوه كده، اضحك، ربنا ما يحرمناش من ضحكتك ابدا يا اخوي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك من نعيمه يا معلم عاد. ازيك يا ابني وازاي صحتك؟ يا رايح عاد يا ابني، زعلان مني ولا ايه؟
انا نفسي اعرف انت بتحاربنا ليه؟ واقف قصادنا في كل حاجه ليه؟ ايه اللي بينك وبيننا؟ أنا بحاربكم؟ طب ده ربنا وحده اللي يعلم أنت معزتك عندي قد إيه. وإذا كان على حكاية الانتخابات أنا رشحت نفسي زي أي حد ما بيرشح نفسه. انا ما بتكلمش على الانتخابات. أمال بتتكلم على إيه؟ انت عارف ان احنا احسن جنينه موالح في البلد. تقوم تنزل سعر محصولك على الاخر عشان تضربنا وتضرب محصولنا. أنا؟ أعوذ بالله، مين اللي قال لك الكلام ده؟ كل الناس قالت. الكلام ده ما حصلش. وعلى العموم يا سيدي الغلط مردود. تعالي معايا ونقعد قاعده كده رايقه ونصفي كل زعلك دي. متشكر، انا ما فيش حاجه مزعلاني. طب عشان تثبت لي ان مفيش حاجه مزعلاك اقبل دعوتي على كوبايه الشاي. لا متشكر. والله ما تكسفني. تعال يا اخي، تعال اقعد معايا كده واسمعني واعرفني وانت حر. اذا عايز تعاديني ماشي، اذا عايز تصاحبني برضك ماشي. احكم انت، واللي تحكم بيه اني اكل. ها قلت ايه؟ اتفضل الشاي عارف يا ابني. تسلم ايدك يا حاج. ومد ايدك في البسطه دي مش من البلد، دي من احسن محل في مصر. كتر خيرك. حاضر. انا اصلي يا ابني اول مره اطلع موالح وما كنتش اعرف السعر اللي بتبيعوا بيه، ولما جيت قلت سعري ما كانش قصدي ان انا احاربكم ولا اضرب سعركم، لا انا راجل برضو براعي حقوق الجير. واديك جربتني بنفسك في موضوع البطاطس لما جيت واستأذنتك قبل ما ابيع. حصل ده ولا ما حصلش؟ حصل. وانا يا سيدي مستعد ان انا ما بيعش محصولي لغايه ما اهل البلد كلهم يبيعوا محصول عشان اثبت حسن النيه سواء ليك او لغيرك. لا واحنا ما نرضالكش بالخساره ولا نرضى لك الا اللي نرضاه لنفسنا. انا بس مش عايز حد يزعل مني من اهل البلد ويقولوا ده بيستغل منصبه. انا راجل غني لكن وحيد ماليش اهل، واهل البلد دول هم اهلي وناسي وما احبش اخسر حد منهم، وخصوصا واحد زيك انت محبوب ومحترم، واني شخصيا بحبك وبحترمك وبتعجبني قوي طريقه تفكيرك، وبحب والدك. اي والله بحبه لانه غالي عليا قوي. بتحب والدي؟ غريبي، ما الراجل كويس اهو. امال يعني بس ايه اللي حصل يخلي عمي يكرهه للدرجه دي؟ والله ما انا عارف يا غاليه، الراجل كلامه ما فيش عليه غبار، بس ساعات بحس انه ساهي ومش سهل. يا سلام، يعني انت حسيت بكده؟ والله ما انا عارف اذا كنت انا حسيت بكده ولا اذا كان جوايا متاثر بكلام ابويا عنه وكرهه ليه. وبعدين ابويا عمره ما كره حد كده من باب للطاق، هيكرهه ليه؟ طب طول عمري دغري وحقني مع الناس كلها.